المغرب تحقق أول فوز للعرب، انتصار عريض أمام تنزانيا. فتحي، أفرحنا وسحلنا دموعنا، معناها فرحنا فعلا. صح. ولينا خايفين من هل ما حصل لكل الفرق العربية تقريبا، حتى موريتانيا الفريق الشقيق الذي قدم مقابلة بطولية النحس تبعه لدقيقة 92 ضربة جزاء لا معنى لها. معناها قلنا ما هي اللعنة التي أصابت الفرق العربية، لكن خفنا على المغرب. ولكن فما أغنية تقول الأرض بتتكلم عربي، شكون ما يعرفهاش. صح. الآن أفريقيا تتكلم مغربي وفرحنا، أفريقيا تتكلم مغربي وفرحنا. شنو اللي زاد فرحتي؟ وأنه المغرب كان ذكي جدا، حافظ كل الدروس المجانية للفرق العربية التي لعبت قبلها، حافظها عن ظهر قلب، خلافا للمنتخب التونسي. انتصر بنتيجة عريضة جدا دون بذل مجهودات كبيرة. كأنك تقول أن المغرب تحمل لواء العرب، هي سفيرة الكرة العربية اليوم، هي سفيرة الكرة الإفريقية في المونديال. اليوم المغرب والسنغال للأمانة حسب مريتي لحد الآن، المغرب والسنغال في واد والبقية في واد. ما زال هناك مواجهات للمنتخبات العربية بما فيها تونس منتخب بلادك. بالطبع سنصل إلى هذه. هو يحكي، شوف في كلمة صديقي عبد العزيز يحكي على الدور الثاني واحنا ما زلنا نعاني. عبد المجيد، نعم، ما تعداوش حتى للدور الثاني. عبد الكريم، احنا انت قلت ما زال احنا في قطر، ومن استديوهات البيان كنا نقول ديما مغرب وما زال سيروا يا الاولاد، وان شاء الله ما زال وهذا الطريق مستمر في الذي بدأ في المونديال. اليوم المغرب يستكمل، واتفق بما قال فتحي بان اليوم الفوز بأقل مجهود وهو مهم جدا. المغرب أمامه مباراة مقبلة بوقت مبكر من اليوم اللي هو في الساعة 2 ظهرا بتوقيت كوتيفوار. الجو حار رطب، هذا ينم عن أو يدل على ذكاء وليد الركراكي في التعامل مع المباراة، وأيضا يدل على أن جدية اللاعبين أو لاعبين المنتخب المغربي مع الأسف عكس بقية المنتخبات العربية التي تعاملت باستهانة وتهاون، باعتبار أن الفرق التي قابلتها كانت تراها في المتناول. عبد المجيد بنتيجة 3-0، ألف مبروك لنا جميعا كعرب. الله يبارك. مبروك لك ولكل المغاربة. كما قلنا في البداية، يعني الانتصار هو انتصار مستحق قياس على الأداء والنتيجة. المنتخب المغربي قدم مباراة متوازنة، يعني لعب بالطريقة التي يجب أن يلعب بها باقتصاد، لم يبذل جهدا كبيرا في الضغط العالي لأنه عمل حسابا للظروف المناخية. يعني هناك ارتفاع في الحرارة، هناك ارتفاع في معدلات الرطوبة، بالتالي فقد كان ذكيا في التعامل مع هذه المباراة واستغل الفرص التي أتيحت له. بالجانب الآخر رأينا أن المنتخب التنزاني لم يكن ذلك المنتخب الذي قد يشكل أي خطورة على المنتخب المغربي، لم تتح له فرص، وبالتالي فإن كما نقول هو انتصار مستحق، بداية موفقة في انتظار القادم من المباريات. لا يهمنا، نحن نعرف أن المنتخب المغربي ليس تجاوز الدور الأول لن يكون عائقا أمامه. هذا ما يهم هو ما سوف يأتي بعد الدور الأول، هل سيكون في مستوى الآمال والترشيحات التي معقود عليه باعتبار انه مرشح بعد اداء اليوم والفوز الكبير العريض للمنتخب المغربي. هناك ملاحظات من عبد المجيد على الاداء ام رغبه وطموح اكبر في زياده النسق والمستوى الفني؟ لا، انت تلعب بطوله، يعني بطوله انت عندما تضع هدف انك ستلعب من اجل المنافسه على اللقب، يجب ان توزع الجهد على مباريات. لا يمكنك ان تلعب يعني تعطي كل ما عندك في مباراه فيها الظروف المناخيه، يعني في ظل ارتفاع الحراره وارتفاع الرطوبه، وبعدين عندك مباريات قادمه، مباراه تكون قويه تتطلب. المباراه القادمه ستكون في وقت مبكر الساعه الثانيه. بس في كثير من الايجابيات حدثت في نعم. فوز عريض، راحه للفريق، اطمئنان يعني في مساله التاهل. صح، حتى يعني الدفاع كان في المستوى، لاعبي الوسط كانوا في المستوى، منعوا المنتخب التنزاني من ان يشكل اي خطوره على مرمى الحارس بونو. هناك شيء ايجابي اخر هو اللاعب الشيبي،
نعرف انه لاول مباراه يعني ربما رسميه له مع هذا المنتخب الذي عوض الظهير الايسر يحيى عطيه، لكنه قدم اداء جيدا خصوصا من الناحيه الدفاعيه. فوز كبير عريض عربي افرحنا جميعا. كاين صح كاين الرطوبه، عارفين باللي ما كاين حتى شي ماتش اللي صعيب. شفنا فرق كبار في لا كومبيتيسيون بروميير ماتش ما كانوش كونسونطري، ما كانوش 100%، تعثروا، شفنا فرق يتعادلوا، شفنا فرق يخسروا. دونك اليوم كنا عارفين باللي خصنا نكونوا 100% الا بغينا نربحوا هذا الماتش. اون بيان جيري الماتش، كنا مزيانين، كنا بيان بلاس. كيف تنشوفوا في الاخير 3-0 اداء ونتيجه. الحمد لله، فيري جود ستارت. بداية جيدة جدا، وهذا ما كنا نبحث عنه. حينما تتابع بقية المباريات تعلم كم هي صعبة هذه البطولة. نعلم أننا نملك الجودة الكافية، لكن علينا أن نتحلى بالتواضع واحترام جميع المنافسين. أنا سعيد جدا، لكن حينما ترى النتيجة تعتقد أن المهمة كانت سهلة، لكن على العكس لقد كانت مباراة صعبة للغاية. من جانبه عبر مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي عن رضاه على أداء لاعبيه خلال المواجهة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التحلي بالتواضع واحترام جميع المنافسين. البدايات دائما تكون صعبة، كان علينا أن نتقدم مبكرا وبعدها أن نبحث عن التحكم في المجريات وأن نقسم المجهود كي نتمكن من إتمام المباراة بنفس الإيقاع. تراجعنا قليلا خلال الشوط الثاني، اخترنا أن نترك لهم الكرة. في بعض الأحيان عليك أن تقوم بمثل هذه الخيارات. في المجمل تحكمنا في المباراة، وأعتقد أننا سنتحسن بمرور المباريات. لم نحقق شيئا حتى الآن، هذه 3 نقاط افتتاحية لكنها مهمة من أجل رفع منسوب الثقة. من جهته أكد مدرب المنتخب التنزاني عادل عمروش أن المنتخب المغربي استحق الفوز، لكنه شكك في شرعية البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعبه. هي في الحقيقة قبل كل شيء يعني هنيئا المنتخب المغربي اللي أدى مقابلة أيضا كما يقولوا ما سرقش الفوز تاعو، كان فوز مستحق. وحنا درنا بعض الأخطاء، ولكن على حسب رأيي لولا يعني البطاقة الحمراء يعني هي اللي قضت علينا في اللعب، لأن عودنا شفنا اللقطة يعني من المستحيل بطاقة حمراء. وبعد الفوز مباراة صراحة ممتعة مشوقة، تذكرنا أيام ديال المونديال، وفعلا برهن المنتخب الوطني على الحنكه ديالو والقدره ديالو. الشيء اللي شفنا في المباراه ديال المونديال، وديما مغرب ديما مربوحه ان شاء الله. اليوم شفنا المنتخب بواحد ماتش اللي لعب مزيان، كانوا لعابه مزيانين. عجبني الكوتش وليد الركراكي باش دار داك التكنيك اللي ما طاح اللي ديال لونديرونس ديال اللعابه يكونوا مزيانين، ما عطاش كلشي 100% في الاول. ابارامون الاغلاط اللي داروا المنتخبات العربيه اللي قبل منا هو ما عرفوش يكونسوميو الجهد ديال اللعابه. هذا ماتش يعني فكرني في المونديال ديال قطر في 2022، والفرحه مازال باغيين نعيشوها ان شاء الله مع وليدات تنرضي عليهم. والمنتخب المغربي كان في المستوى جد 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 جيد، والحمد لله وصلنا لواحد النتيجه، وهذه غير البدايه، وكنتمنى ان شاء الله نوصلوا للنهائي، ولاش لا ما نديوش الكاس. تقريبا 30 دقيقه الاخيره عاد تحركوا بعض الفعاليات واستطاعوا يسجلوا 3 الأهداف امام واحد المنتخب اللي حقيقه دون مستوى وضعيف جدا، لانه الحقيقه ما غتبان الا في ابتداء من الدور الثاني. ولحساب المجموعه انتهت المباراة الثانية من المجموعة السادسة والأخيرة من كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها دولة الكوت ديفوار، وتمكن المنتخب الزامبي ونظيره الكونغولي من إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدف داخل كل شبكة. وكان المنتخب الزامبي هو السباق لافتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 23، إلا أن منتخب الكونغو عاد سريعا وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 من المباراة. هذا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، وكان المنتخب الوطني المغربي قد افتتح مباريات المجموعة بفوز عريض على المنتخب التنزاني ب3 أهداف مقابل لا شيء، سجلها كل من عز الدين أنحي، يوسف النصيري والكابيتان رومان سايس. وبهذا الفوز يحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة وحيدا.
ويأتي منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا في الرتبة الثانية بنقطة واحدة، وتنزانيا تتديل الترتيب.